زملائي الفنيين، عملائنا الكرام. الفيديو دوت بعلمكم فيه ازاي تكسر رهبة اي كارتة بتشوفها. لو انت ما تعرفش حاجة عن الكارتات او الالكترونيات، تابع الفيديو ده للاخر وهتلاقي الموضوع اسهل مما يكون لو ركزت السلام فيه. عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الخير عملائنا الكرام، اصدقائي الفنيين واخواتي. النهارده هكلمكم في موضوع جديد، او بمعنى ادق موضوع كان عامل رعب لبعض الفنيين، ألا وهو شكل الكارتة، شكل ومكونات الكارتة. الكارتة لفنيين كتار قوي وأنا كنت أولهم. عايز أعرفكم الأول على حاجة يعني مهمة. أنا في الأول خالص قبل ما نخش في مجال الإلكترونيات، وقبل مجال الإلكترونيات ما يقتحم شغل التبريد التكييف والغسالات، كنا بنشتغل شغل التايمر العادي جدا، وكنا بنبدع فيه يعني. لأن اللي بيحب شغل الغسالات بيبدع في الكهرباء، والتلاجات والتكييفات نفس الفكرة يعني. فأي حد بيبدع في شغل الكهرباء وبيحبه بيقدر إن هو يخش في المجالات دي ويبدع فيها. لما دخل معانا موضوع الكارتات، فبقينا نبص كده على الكارتة، إيه الحاجات دي كلها، إيه المكونات دي كلها، وكل حاجة وظيفتها إيه، وأكشف عليها إزاي، وأعرف إنها عطلانة إزاي، ولما تعطل إيه العطل بتاعها. كان بالنسبة لنا الكلام ده يعني لوغاريتمات، يعني حاجة مش مفهومة. فواحدة واحدة أصرينا إن إحنا لازم نفهم إيه الكلام ده، يعني كل قطعة من دول بتاعت إيه ووظيفتها إيه. ولما أشوف شكل الكارتة بالمنظر ده، وأشوف شكل خطوط كتيرة أوي بالمنظر ده، إيه الخطوط دي كلها وإيه الحاجات دي كلها، فكان بيعمل رعب للفني أول ما يشوفه. وأنا كنت أولهم برضو. مش عيب إن إحنا نقول إحنا كل يوم بنتعلم. بس الفيديو اللي أنا عامله النهاردة ده لكل فني عانى من النقطة دي. النهارده عايز اقول لكم تجربتي انا مع شغل الكارتات عموما في غسالة وثلاجة وتكييف. لعل وعسى ان اي فني زميل لينا يشوف الفيديو ده، او اي عميل ليه حب استطلاع في الالكترونيات وفي الكهرباء هيقدر برضه يستفاد من الكلام ده. النهارده هشرح لكم مع بعض ايه المكونات دي وايه فكرتها عموما، بامثله على كارت الغساله وكارت الثلاجه وكارت التكييف. ايه المكونات دي وايه كل مكون وظيفته ايه، ولما يعطل ايه اللي هيحصل ان كان في ثلاجه او في غساله او تكييف. يعني لما اتكلم مثلا على الريلاي ده، لما يعطل ايه هيعمل ايه في الغساله، او هيعمل ايه في التكييف. مكثف، ترانزستورات، البروسيسور اللي عليه السوفت. الكلام ده كله يا جماعه النهارده هنتكلم عليه في الفيديو ده. الفيديو ده طويل، اللي حابب ان هو يستفاد منه هيكمل، اللي مش حابب يعني اقول له لا، يعني الفيديو ده مش هيفيدك. لو انت مش حابب مجال الكهرباء والالكترونيات الفيديو ده مش هيفيدك. اللي حابب يكسر خوف ورهبة اي كارتة ويخش في الشغل الديجيتال يتفرج على الفيديو ده للاخر، عشان بجد بجد هيستفاد فايدة كبيرة. انا اقول لكم الاول تجربتي. انا مهندس مجدي مكرم، شغال في شركة كريازي من سنة 97، وانا في مجال التبريد والتكييف من سنة 93. فانا شغال في كريازي رئيس قسم الفاكيوم وشحن الثلاجات. فعايز انقل لكم تجربتي، ان انا طول ما انا مضغوط في شغلي، او اي حد فينا مضغوط في شغله وما عندوش فرصه ان هو ياخد كورسات او ياخد دورات تدريبيه، ممكن ان هو يطور من نفسه عن طريق الدراسه على الانترنت. وطبعا مكانه متاح له ان هو يقدر يجرب ويجيب كارتات ويشتغل ويصلح الاول في كارتات قديمه بعيدا عن شغل العملاء. وواحده واحده لما يبقى متمكن من شغله بيقدر ان هو ياخد شغل وربنا بيكرمه
وبيصلح ويبقى تمام. النهارده هنتكلم في الفيديو ده عن الدايره الكهربيه للكارته، زي ما كنا بنتكلم عن الدايره الكهربيه مثلا للثلاجه التايمر. لو انا عايز احول الثلاجه من كارته لتايمر، اي فني هيبقى شايف ان الكلام ده بسيط جدا، ان انا ازاي اقدر امسك ضفيره اقدر اقسمها. ضفيره الكهرباء بتتكون او الف ب ضفيره الكهرباء هي لمبه، مفتاح، مصدر تيار. لو انا دخلت مصدر التيار على اللمبه على طول او على الحمل على طول هيشتغل. لو انا عايز اتحكم فيه يفصل ويشتغل امتى، بتحكم بالطريق المفتاح. دي الف ب كهرباء. النهارده بنفس نظريه الف ب كهرباء دي هنتعلم ازاي الف ب كارته، ازاي انا اتحكم في كل حاجه فيها، وازاي المصنع للكارته دي خلاني انا اقدر اتحكم من خلال الريموت او الريسيفر بتاع الكارته اللي انا بدخل من عليه البرامج، خلاني ازاي اتحكم في الكلام ده كله. مع بعض هنشوف على الورقه والقلم مع تجارب عمليه للكارتات، هنكسر رهبه الكارتات دي، وهتعرف ازاي بعد الفيديو ده بامر الله تقدر تصلح اي كارته، او على الاقل بعد الفيديو ده هتصلح هنقول 70-80% من اعطال الكارتات اللي هتواجهك. هننتقل مع بعض دلوقتي على الشرح النظري والعملي في الفيديو. اتفضلوا معايا. رجعنا لكم تاني يا جماعة. دلوقتي هنبدأ إن احنا نرسم مع بعض أو نتعلم نرسم مع بعض دايرة الكهرباء العادية خالص، اللي هي بتتكون من لمبة وعندي مصدر تيار. لو أنا وصلت مصدر تيار 220 أو 12 أو حسب الفولت اللي بتشتغل عليه الحمل، تمام. لو أنا دلوقتي وصلت الكهرباء ده على طول للحمل هيشتغل باستمرار في أي وقت. دي ألف ب كهرباء. فالمفروض إن أنا بحط هنا مفتاح علشان وقت ما اوصل المفتاح الحمل بيشتغل، الدايره الكهربيه بتكمل، تمام. دي الف ب كهرباء. الحمل ده بقى عندنا احنا موتور، لمبه، سخان، سولنايد، مروحه بالنسبه للتكييف، موتور تلاجة. الحمل ده هو اي حاجه انا عايز اتحكم في تشغيلها. احنا كلنا متفقين على الكلام ده وكلنا فاهمينه. المفتاح ده هو هنا بقى في مجال في مجال مثلا التلاجات، هو عبارة عن ترموستات، هو عبارة عن تايمر، هو عبارة عن مثلا هنقول لو الاوفرلود اللي هو الحماية للموتور. هي الفكرة ان المفتاح السويتش ده اللي انا بتحكم فيه في تشغيل الحمل. طب في مجال الالكترونيات يعتبر ايه؟ يعتبر ريلي، يعتبر مثلا الترانزستور، الترياك. هو ده في مجال الالكترونيات. لو احنا اتكلمنا دلوقتي يا جماعة على مجال الالكترونيات، تمام، هنبدأ بنفس الفكرة بالظبط. ايه بقى نفس الفكرة بالظبط؟ انا دلوقتي عندي مصدر تيار، مصدر التيار هيخش من هنا ال 220، هيخش عندي، عدى على الفيوز، بعد كده عدى على حاجة اسمها الفايرستور. الفايرستور ده وظيفته ان هو انا الاول هشرح الدايرة على الورق، وبعد كده هوريكم عملي على الكارتات كل جزء مكانه فين ووظيفته ايه وشكله ايه. فخلينا نفهم الاول بس الكلام على الورق اسهل، علشان الخطوط اللي على الكارتات هتلخبطنا شويه للي ما فهمهاش على الورق. تمام. دخل الكهرباء على الفيوز، وبعد كده الفايرستور. الفايرستور ده وظيفته ان هو لما التيار بيعلى او يقل عن حدود معينه بيروح قافل الخطين دول على بعض. طبعا بيحصل كده قفله. ايه اللي بيحصل في القفله؟ ضرب الفيوز. فلما ضرب الفيوز قطع الكهرباء عن بقيه الكارته وعن الدايره الكهربائيه. اذا انا عملت حمايه للكارته ككل بالفايرستور. جميل. بيجي بعض الفنيين او بعض الناس اللي بتصلح مثلا يروح لاغي الفايرستور خلاص ويحط فيوز، فالدايره بتشتغل مجرد ما بيحط فيوز. بس انا كده لغيت الحمايه اللي على الكارت. انصحك ان انت لازم برضو تغير الفايرستور. تمام. المهم انا عندي في الكارت عموما اكتر من فولت. عندي فولت 220، عندي فولت 12، عندي فولت 5. تمام. هاجي دلوقتي مبدئيا انا دخل عند الفولت، دخل على المحول. المحول ده وظيفته معايا ان هو بيحول الفولت ال 220 الاي سي يخرجه 12 فولت اي سي، يخرجه هنا 12 فولت اي سي. طيب ال 12 فولت اي سي لازم يعدوا على انطرة التوحيد او البريدج عامة
علشان يحول لي ال 12 فولت الاي سي هنا، ال 12 فولت الاي 12 فولت اي سي، يطلعهم لي هنا 12 فولت دي سي عشان يفصل لي الموجب لوحده والسالب لوحده. جميل. في هنا مكثفات تنعيم ودنيا علشان انعم التيار. انا مش عايز ازود حاجات كتيره قوي في الكارت علشان او في الرسمه علشان الدنيا ما تتوهش مننا. خلينا الاول هنمشي طلع ال 12 فولت دي سي، الموجب مش على طول والسالب نفس الفكره. هبدا ان انا اقسم منهم بقيه الشغل الريليهات. جميل. تاني انا كده طلع لي لازم يكون عندي هنا بقى البروسيسور اللي عليه السوفت وير ده بيشتغل بالخمسة فولت. طب اجيب منين ال 5 فولت؟ بروح حاطط هنا ريجريتور، تمام، 7805 علشان يحول لي ال 12 ل 5 اشغل بيه البروسيسور. البروسيسور اللي هو بيدي اوامر لكل تشغيل كل حاجه. البروسيسور هنا في جسم الانسان عباره عن العقل. يعني لو احنا عملنا وجه مقارنه ما بين الكارتة وجسم الانسان، البروسيسور هو العقل اللي بيتحكم في كل حاجه. جميل. البروسيسور بيدي اليو ال ان او بيدي الترانزستورات. اليو ال ان ده عباره عن مجموعه ترانزستورات. جميل. اللي بيحصل هنا ايه بقى معانا؟ ان البروسيسور بيجي في كل وقت معين لوظيفه معينه بيدي الامر للترانزستور او اليو ال ان علشان يشغل الريلي الخاص بالجزء ده، او علشان يشغل مثلا الترانزستور الخاص بالجزء ده. جميل. اي كارت عندنا يا جماعه عليها معطيات. هي الكارتة ما بتشوفش، بتشوف عن طريق ايه؟ بتشوف عن طريق السنسورات اللي بتبقى محطوطة، السنسورات والحساسات اللي بتحس مثلا بدرجات الحرارة او بتحس بسرعات او بتترجم ضوء او ايا كان في مجال الالكترونيات عموما. جميل. البروسيسور او الكارتة محتاجة معطيات علشان تطلع معايا اوامر. المعطيات اللي بتروح للبروسيسور ده قلنا بتروح له عن طريق حساسات او ترانزستورات او عن طريق الريسيفر. الريسيفر اللي هو زي كده، الريسيفر اللي انا بدخل منه الاوامر. انا عايز مثلا التكييف ده يشتغل على درجة حرارة كام، بدي الاوامر عندي بتخش على البروسيسور وفي الوقت نفسه بتطلع لي هنا الاوامر. جميل. نرجع تاني لبقية الدايرة. بقية الدايرة اللي بيحصل دخل عندي هنا لغاية هنا وصلنا للفولتات اللي هتتحكم في الترانزستورات. نوقف الكلام هنا كده شوية وننزل على الجنب التاني. عندي بقى المكونات الأساسية مثلا في الغسالة. عندي الموتور بيتكون من طرفين الشربون، بيتكون من طرفين الملف أو 3 على حسب تصميم الدايرة، بيتكون من الأوفرلود. بقية الدايرة عندي بتتكون من صمام المية، ترمبة الطرد، الهيتر. جميل. اللوك. كل دي الأجزاء اللي هي خاصة بالدايرة الكهربية للغسالة. طب الكلام ده بيتم التحكم فيه ازاي؟ هقول لك نتحكم فيه ازاي. عندي في كل جزء من الأجزاء دي في ريلي خاص بيه أو في ترانزستور خاص بيه أو ترياك خاص بيه. جميل. ايه اللي بيحصل؟ لو أنا شفت دلوقتي معايا الشربون بتاع الموتور، طرفين الشربون، في 2 ريلي عندي للشمال واليمين اللي بيتحكموا في الشمال واليمين. لما الريلي ده بيلقط وده فاصل، الكونتاكت بتاعهم عكس بعضين، واحد يلقط والتاني بيفصل، الموتور بيلف في اتجاه بطيء يمين، ده يعكس الموتور يلف في اتجاه بطيء شمال. بنيجي في مرحلة العصر نفس الفكرة، في ريلي اللي هو بيخاص بملفات العصر العالية أو قصدي الملف الإضافي. ولو مفيش ملف إضافي، مين اللي بيتحكم في تزييد السرعة أو قلتها؟ ترياك سرعة الموتور. جميل. طب مين اللي بيشوف سرعة الموتور وبيقول للبروسيسور أو للكارتة السرعة دي قليلة زودها شوية، أو الحمل على الغسيل زيادة زود الفولت شوية اللي داخل من الترياك للموتور علشان يقدر يقوم؟ التاكو عندي هنا أهو، ده ملف التاكو داخل على البروسيسور، هو اللي بيترجم سرعة أكس الموتور وبيدي إشارة للبروسيسور عشان البروسيسور يدي إشارة للترياك عن طريق اليو ال ان، عن طريق الترانزستورات، إن هو يزود التردد والسرعة للموتور. جميل.
فزي ما احنا قلنا في الريلي لليمين والريلي للشمال والترياك بتاع سرعة الموتور، دي كده دايرة الموتور. عندي برضو نفس القصة عند الهيتر، عند الترومبة. الهيتر ليه الريلي بتاعه، الترومبة ليها الريلي بتاعها، عند الصمام ليه الترياك بتاعه. تمام. كل جزء من الأجزاء دي. وعندي هنا برضو نفس القصة اللوك بترياكاته. ايه اللي بيحصل عندي؟ أنا عندي ال 220 تمام ماشيين على طول، واخدين بقى. أنا عايز مثلا إيه؟ ادي ال 220 دخل هنا اهو، طرف دخل على ال. جميل. عايز يلقط مع السي. في هنا عندي السخان، نفس الفكرة اللي احنا عارفينها على طول يا جماعة من اي لوك. اللي هيحكم في دخول الكهرباء للان علشان السخان يشتغل واللوك يلقط ترياك او ترانزستور. جاي الامر بتاعه من مين؟ جاي الامر بتاعه من اليو ال ان. اليو ال ان خد الامر من مين؟ خد من البروسيسور، اللي هو قال دلوقتي اقفل اللوك، فبيدي اشارة. هنا في اشارة من السي بترجع تاني على البروسيسور علشان تقول ان اللوك قفل وعلامة القفل تظهر على الباب، على الشاشة. جميل. بعد ما الدايرة كملت، دخلت معايا هنا بقى كل جزء من اجزاء الدايرة خد الطرف التاني. عندي ال 220 داخل مباشر، مدي طرف كهرباء مباشر لكل عنصر من عناصر الدايرة الكهربائية. يعني مدي مباشر للهيتر، للترومبة، للصمام، للجزء التاني من الموتور. فكل جزء من الاجزاء دي كلها عايز الطرف التاني اللي هو ال. يعني انا اديت الان لكل العناصر دي. حلو. انا محتاج دلوقتي ال بيخش منين؟ ال هيتحكم فيه، هو ده بقى اللي انا بتحكم فيه عن طريق الترياكات. يعني انا لو انا مشيت كده اهو، ادي نقطة. جميل. ال هنا دخل على الريلي ده ومستني يلقط عشان يدي الهيتر يشتغل في ميعاده. جميل. مش ال تاني اهو، دخل على الريلي ده مستني يلقط علشان يدي الترومبة تطرد في ميعادها. كمل كده، مشي كده. ال بيدي الصمام عن طريق الترياك، مستني ان الترياك يلقط للصمام علشان الصمام ياخد ميه في ميعاده. مين اللي بيتحكم؟ قلنا في الريليهات. الريليهات دي عايزه 12 فولت. جميل. ال 12 فولت اللي الريليهات مستنياها من هنا. فانا باخد الموجب ده زي ما احنا شايفين كده اهو. جميل. وبمشي بيه، بدي الريلي ده وبدي الريلي ده وبدي الريلي ده وبدي الريلي ده، نفس القصة. ريليهات الشمال واليمين، وبدي ريلي الترومبة وريلي الهيتر. جميل. اديت كل العناصر دي 12 موجب مباشر. طب عايز السالب مثلا، السالب هو اللي بيجي من اليو ال ان او بيدي من الترانزستور. دي ابسط فكرة يا جماعة لدايرة الكارت. لو احنا دلوقتي لسه ما يعني مثلا ما مشيناش مع الدايره واحده واحده، عشان انا راسمها جاهزه، عشان الوقت. بمنتهى البساطه تاني هرسمها تاني بسرعه علشان نشوف مع بعضينا الفكره بمنتهى السهوله يا جماعه، علشان نقدر ان احنا نحدد احنا هنعمل ايه. وبعد كده هوريكم كل عنصر في عناصر الكلام ده كله على الدايره عامل ازاي. جميل. احنا زي ما احنا قلنا دلوقتي، انا عندي هنا دخول تيار 220. حلو. دخل كده على فيوز. بعد كده كمل معايا على في هنا فايرستور. جميل. بعد الفايرستور دخل معايا على الملف. جميل. ده ملف اللي هو المحول اللي بيحول من 220 ل 12. في معايا ملف تاني 3 طرف اللي هو بيطلع لي 12 ويطلع لي 5. جميل. وفي دواير باور تانية، دي كده دايرة الباور. في دواير باور تانية اللي هي فيها اي سي الباور، بيطلع لي برضو 12 ويقدر يطلع لي ال5، ايا كان النوعين. جميل. انا كده خلاص خدت عندي هنا ال 220 فولت الاي سي. جميل. وده عندي الفيوز. ماشي. محتاج ان انا اطلعه طلعوا من هنا 12 فولت اي سي برضو متردد. طب انا عايز اوحدهم او عايز اطلعهم دي سي. عندي هنا انطرة التوحيد او البريدج او ال4 ديود اللي متوصلين مع بعض.
تمام، بالموجب والسالب. ده كده طلع طرف وهنا طالع السالب. جميل. وبدي ال 220 هنا كده، العلامة دي كده اهو، يعني انا كده عديت السلك. جميل. طلع معايا هنا كده قلنا السالب، وطلع معايا هنا كده الموجب 12 فولت دي سي. حلو كده. احنا كده مشينا الدائرة واحدة واحدة ومنتهى البساطة. جميل. انا مشي معايا الموجب اهو ومشي معايا السالب. عندي هنا اساسي بروسيسور اللي عليه السوفت وير في الدايرة. انا برسم عشوائي كده يا جماعة عشان اوضح لك الفكرة بمنتهى البساطة. حلو. محتاج هنا ريجريتور، رقمه بيكون عادة 7805 علشان يطلع لي 5 فولت من ال 12. جميل. دخلت هنا وبياخد هنا، ادي مثلا خدت السالب، وبياخد هنا نبضة من الموجب علشان يطلع لي ال 5 فولت ال 12. جميل. اتبقى عندي هنا بقى مجموعة ترانزستورات او مجموعة اليو ال ان. اليو ال ان عندي فيه اللي هو ال 2003، فليكن مثلا هنقول ده يو ال ان 2003. عندي هنا 8 رجول وبيبقى ليه علامة 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 مثلا. حلو. ده اساسي بيكون واخد كهرباء موجب وسالب. جميل. وكل الاوامر اللي جايه لليو ال ان جايه له من البروسيسور بنفس الطريقه، علشان البروسيسور هيدي امر في كل وقت معين لليو ال ان. الاوامر كل امر هيخش من هنا هيطلع لي من هنا للجزء اللي انا محتاج اشغله. طيب دي كده دايره التحكم. جميل. هاجي بقى للعناصر الاساسيه بتاعت الغساله نفسها. العناصر الاساسيه بتاعت الغساله نفسها شغاله ازاي يا جماعه؟ فليكن مثلا هنقول ده شربون الموتور. حلو. ليه A وB عشان اتحكم فيه، وعندي الريلي بتاعه. الريلي فيه ملف وفيه كونتاك. حلو كده. ليه ملف وليه كونتاك. ادي ملف الريلي ده مثلا فليكن اليمين وده الشمال، نفس الفكرة. حلو. ايه اللي هيتم دلوقتي؟ مبدئيا هنمشي برضو بنفس الفكرة. عندي دخل 220 الاساسيين اللي هم الباور الاساسي اللي بيتحكم في كل الغسالة. جميل. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هيخش الكهرباء على ال بتاعت اللوك، وادي السي بتاعت اللوك، وعندي هنا الان بتاعت اللوك. ده ال، ده السي، وده الان. حلو. وادي الكونتاك اللي هيقفل. بمنتهى البساطة احنا بنتكلم يا جماعة كده، بصوا يعني زي ما بنقول كده كلام عملي اكتر ما ان هو كلام نظري على الورق. انا بحاول اربط لكم الكلام النظري بتاع الدوائر الالكترونيه بالطريقه العمليه اللي احنا بنقسم بيها الدوائر. حلو. الان ده محتاج يجيله كهرباء في وقت معين 220 علشان اللي يتم. هنقول هنا ال وهنا الان علشان يقفل. هتجيله 220 ازاي؟ في هنا ترياك. حلو. وليه قاعدة ترياك وليه قاعدة. أنا محتاج ده يوصل بهنا، والقاعدة دي هتيجي معايا هتاخد من اليو ال ان. جميل. وده هيجي كده خد الان، يبقى أنا ال واصل والان وصل عن طريق الترياك أو عن طريق الترانزستور من خلال اليو ال ان. جميل. هكمل بقية الدايرة
عشان احنا ماشيين فيها كده واحده واحده مع بعضينا وهنبقى فاهمين الفكره ماشيه ازاي. عندي الجزء اللي بيتحكم في سرعه الموتور. ايه اللي بيتحكم في سرعه الموتور؟ ترياك سرعه الموتور. حلو كده. الترياك ده كده انا دلوقتي دخلت الجزء ده كده على ايه اللي بيحصل؟ الكهرباء دخلت كده على الموتور، دخلت على دي الكونتاك ده. جميل. طلع لي من هنا الفولت، مشي كده. خلينا نكمل بقية الدايرة دي هنا الأول. تمام. الفولت دخل كده على الكونتاك ده، فلنفرض ان الريلي ده اللي فاصل، الكونتاك ده ملمس، بيخش كده على ايه في الشربون، يطلع من البي بيعدي كده. دوت لازم يكون كده علشان بقية الدايرة بتكمل. خدت انا كده الفولت كده اهو، طلع من طرفين الشربون، عدى على ملف الموتور، عدى على اوفرلود الموتور. حلو كده يا جماعة. دايرة الموتور كده كملت. يبقى كده الموتور هيشتغل معايا اول ما الريليهات واحد من الاتنين بيلقط، واول ما تجيله كهربته. طب هتجيله كهربته امتى والريليهات دي هتنقط امتى؟ لما ياخدوا امر من اليو ال ان. حلو كده. لما ياخد امر من اليو ال ان علشان ده يلقط بالطريقة دي. طيب انا عندي هنا الريليهات دي طلع لي هنا طرف وطلع لي هنا طرف. هقول الاتنين دول مع بعض كده في الموجب. حلو كده. كده الريليهات دي خدوا موجب 220. عايزين السالب عشان يشتغلوا. وقت ما يشتغلوا ادي السالب، كل واحد لوحده في اليو ال ان او في الترانزستور. ادي كده دايرة الموتور. طب انا عندي ايه؟ عندي ترومبة. حلو. عندي ترومبة هتاخد كهرباء مباشر من الان. طب عايز ال عشان تشتغل واتحكم في ال. ايه اللي هيحصل؟ هتعدي برضو على ريلي، والريلي هيبقى واخد من الان. وادي الريلي وادي ملف الريلي. نفس الفكرة. الريلي عايز ايه؟ عايز طرف موجب وطرف سالب. الطرف السالب ايا كان هياخد من اليو ال ان عشان تشتغل في وقتها، والطرف الموجب برضو مع الطرف الموجب اللي هو ال 12 ده. حلو. ايا كان بقى الدايره ماشيه ازاي اهي. عديت الخط وبرضو خدت مع الموجب ده. بنفس الفكره يا جماعه. طب عندي السخان الهيتر، نفس الموضوع، برضو هياخد طرف ان وهياخد طرف تاني من ال عن طريق الريلي بتاعه. وادي ملف الريلي اللي محتاج برضو موجب مشترك اقدر اخده من الريلي اللي جنبه عادي، ومحتاج السالب بتاعته من اليو ال ان. عندي صمام نفس الفكرة. انا ماشي معاكم جزء جزء اهو، بس الصمام ما بيحتاجش ريلي، الصمام بيحتاج ترياك او ترانزستور. جميل. نفس الشكل. ادي الموجب وادي الترانزستور بتاعه. الرسمة كده دخلت في بعضها قوي اهي. انا عشان كده حبيت ان انا اوضحها لكم على الرسمة الجاهزة الاول اهو. وخد الان. هتاخد البلصة بتاعته امتى؟ هاخد يشتغل في وقته امتى؟ لما الترياك ده يوصل له امر من اليو ال ان. ادي دايرة الغسالة بمنتهى البساطة. نفس الفكرة. طب انا دلوقتي عندي مثلا مين اللي شايف سرعة الموتور ده قليلة او عالية او واطية؟ التاكو. التاكو متصل بالبروسيسور على طول. حلو. طب سنسور الحرارة بتاع السخان بيبقى برضو واصل عندي على البروسيسور علشان يترجم له درجة الحرارة، هو NTC. جميل. طب لو حبينا نشوف الكلام ده بقى يا جماعة عملي،
انا عايز اشوف الكلام ده كده عملي على كارتة مثلا. حلو. خلينا الاول نتكلم، بما انه كنا بنتكلم على كارتة الغسالة هنتكلم الاول على كارتة الغسالة. حلو. عندي بما ان الحاجات برضو اللي هي الباقية، خلينا نتكلم هنا برضو بيكون في الرسيفر ببكراته بزرايره والشاشة بتاعة الغسالة، ده اللي بيبقى كله بقى طالع على البروسيسور. حلو. هنتكلم مثلا معانا دلوقتي عن كارتة الاي زد 7 ام. حلو. عندي الكارتة، تمام، الريسيفر بتاعها، سوكتات الريسيفر. سوكتات الريسيفر بتبقى واصلة عندي هنا وهنا. جميل. وادي مكونات الكارت كلها. خلينا نتكلم مثلا على بداية الكلام من الأول. ايه اللي بيحصل؟ عندي الفولت بيخش بيعدي على الفيرستور زي ما قلنا. عندي هنا اي سي باور، ما عنديش محول بقى، عندي اي سي باور اللي بيطلع لي، اللي بياخد 220 يطلعهم على 12 او يطلع على 5. تمام. عندي هنا انطرة التوحيد اللي هي بتحول الاي سي لدي سي، من 12 اي سي تطلعهم 12 دي سي. جميل. عندي مكثفات التنعيم، عندي الاربعه ديود هنا. تمام. عندي ده ملف اسمه ملف الشوبر، دي مكثفات تانية في الدايرة. عندي ريليهات الشمال واليمين والسرعة العالية والسخان. عندي ترياك خاص بالترومبة، وعندي ترياك خاص باللوك. لو احنا دققنا هنا كده زي ما انتم شايفين لوك وبامب. جميل. ترياكات دي مثلا قطعة اسمها اللي هي كريستالة. قطعة دي اسمها كريستالة. الكريستالة دي لما تبقى قطعة الكارت كله بيقف. جميل. دي مكثفات ترانزستورات. حلو. خلينا نتكلم على اللي بيحصل. زي ما احنا قلنا ده مكان سوكيتات الريسيفر. لو انا فكيت الكارت كده، تمام، دي كارتة فيها مشكلة في البروسيسور بتاعها طاير، فللأسف دي ما بيبقاش ليها إصلاح. جميل. احنا زي ما احنا قلنا الأوامر اللي بتخش لي على البروسيسور هنا، جميل، من الريسيفر. ادي الريسيفر، وادي الخطوط كلها داخلة من الريسيفر على، زي ما احنا شايفين، على البروسيسور اهي. كل الرجول داخلة من الريسيفر على البروسيسور. يبقى إذا الأوامر بتيجي للبروسيسور عشان البروسيسور يطلع أوامر لمين؟ لليو ال ان. ده يو ال ان اهو، طالع منه خطوط لليو ال ان، ومن اليو ال ان بيمشي لمين؟ ماشي الخطوط كلها اهي لمين؟ لملفات الريليهات. انا عندي هنا كده ده ريلي 2 3 اهو، وادي ريلي تاني ليه برضو ملفاته. تمام. لو احنا تابعنا كل الخطوط زي ما انا بقول لكم هتبقى ماشيه خط خط من اليو ال ان للريليهات. وفي اساس الريليهات واخدين كوبري عمومي زي ما احنا قلنا. ادي ريلي وادي ريلي وادي ريلي. لو احنا خدنا بالنا ان الرجل دي مباشر مع الرجل دي، جميل، مباشر مع الرجل الريلي ده، مباشر مع رجل الريلي التاني، دول كلهم خطوط واحده. اللي هو احنا قلنا ايه؟ اللي هي مثلا الموجب، الريلي ده مع ده، الريلي ده مع ده، مع الشمال واليمين كلهم خدوا الموجب. نفس الفكره بمنتهى البساطه. ما نخافش من حاجه يا جماعه. ادي دايره الكارت. وزي ما احنا قلنا برضو بالنسبه لتحكم الموتور، ريليهات الموتور، اطراف الموتور بتبقى داخله على الريليهات. وامتى ده يدي امر من البروسيسور لليو ال ان ده او ده علشان يشغل انهي ريلي في الوقت بتاعه. ويطلع برضو من البروسيسور يوصل للترياكات، اليو ال ان واليو ال ان الترياكات، علشان يشغل الترومبه في ميعادها واللوك في ميعاده والسخان في ميعاده. ادي فكره كارتة الغسالة. طبعا انا عندي اي عطل في ريلي
هيوقف الموتور. في ريلي السخان هيوقف الموتور. في خط من الخطوط دي يا جماعة. انا بطول عليكم في الفيديو، الهدف ان انا مش بكروت او مش بضيع معلومة. فزي ما انا بقول لك المعلومة بما يرضي ربنا، فبتمنى منك ان انت بتدعمني وتشترك معايا في القناة، تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد في الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها. تمام. وتتابعوني في الحاجات اللي انا هرفعها جديدة بأمر الله، لان انا في بعض فنيين حبايبي طلبوا مني ان هم ييجوا يتدربوا معانا في المركز، بس للأسف والله احنا وقتنا ضيق جدا جدا، في حتة ان ندي دورات. لا، ما اقدرش ادي دورات لان انا الوقت عندي محدود جدا بصراحة. تمام. فزي ما قلنا وكملنا، ادي بقية مكونات الدايرة. نفس الكلام يا جماعة بينطبق على، يعني زي ما انا بقول ريلي السخان عطل، السخان هيعطل، او الامر اللي جاي من البروسيسور لليو ال ان عشان لقط الريلي السخان، اي حاجة في الجزء ده فيها مشكلة هتوقف السخان. انا مثلا عندي غسالة فيها مشكلة في السخان، همسك دايرة السخان من اول الهيتر نفسه اللي في الغسالة اللي في الحلة، امشي مع الاطراف بتاعته بالسوكتات لغاية اما يخش الطرف على الريلي او الدايرة، وابدأ امشي مع الدايرة نفسها لغاية اما اوصل للامر اللي طالع من البروسيسور. اي جزء من الاجزاء دي فيه مشكلة هو اللي هيديني الايرور. عشان كده يا جماعة بنحتاج في بعض الاحيان ان الغسالات الديجيتال اللي فيها اعطال تخص دايرة الكهرباء عموما بنحتاج ان احنا نسحبها عندنا عشان نقدر نفحص كل الكلام ده. ده كده احنا اتكلمنا عن كارتة الغسالة. جميل. نفس الكلام احنا زي ما احنا شفنا، انا عندي يو ال ان هنا خاص ب تشغيل الشاشة واوامر الشاشة بزرايرها. ده سيلكتور اختيار البرامج. جميل. دي كده دايرة كارتة الغسالة. خلينا نجرب ونشوف برضو الكلام ده بينطبق على كارتة التكييف. دي كارت التكييف يونيون اير شباك. ده الريسيفر زي ما احنا عارفين، ودي الكارتة الأساسية للتحكم. طيب الريسيفر بالأوامر اللي بتطلع منه تخش عند مين؟ زي ما احنا شايفين اهي، ده سوكت الريسيفر. كل الأوامر اللي بتطلع منه بتخش لي على الاي سي اللي عليه السوفت. الاي سي ده الاي سي الأساسي أو الأبرم الأساسي، الأبرم الأساسي اللي عليه السوفت. لو احنا خدنا بالنا كده كل الخطوط طالعة من هنا داخلة عليه هو على طول. حلو. الاي سي اللي عليه السوفت بيدي اليو ال ان ترانزستورات، واليو ال ان وبقيه الترانزستورات بتشغل الريليهات. حلو. دخل عند الفولت ال 240 فولت. جميل. او ال 220 فولت، هو بيخش لغايه 240 يعني. دخل وعدى على الفيوز، ده مكان الفيوز زي ما احنا قلنا برضو نفس الكلام. هنا عدى على الفيوز، وبعد كده عدى على الفايرستور، ادي شكل الفايرستور، وبعد كده عدى على الموحدات، وهنا بخفض الفولت عندي. تمام. بمحول، بس المحول بيبقى ليه دخول وخروج. ايه الدخول والخروج؟ انا خرج لي من هنا ال 220 من السوكت ده، بيروح له محول خارجي، يطلع ال 220 من المحول 12 تخش على هنا. محول خارجي خد 220 من هنا، دخلهم 12 من هنا، ال 12 دخلوا على الدايودات او الموحدات اللي هي دايرة التوحيد دي زي ما قلنا، وبعد كده على بقية الدايرة نفس الفكرة زي ما شرحنا. طيب انا عندي هنا ريلي خاص بتشغيل الموتور، كومبروسور بتاع التكييف. عندي ريلي خاص بتشغيل الهيتر في مرحلة السخن. عندي ريليهات خاصة بالمروحة. يعني انا عندي زي ما احنا شايفين كده لو فان، لو باين لو فان، ميديم فان، اتش فان، الثلاث سرعات بتوع المروحة. حلو. وعندي السوينج، موتور السوينج. جميل.
فكل ريلي من دول بيشغل سرعة، كل ريلي من دول بيشغل لسرعة. بنفس الفكرة اليو ال ان بيدي الطرف التاني للريليهات. الريليهات بتاخد طرف مشترك بس على طول، ومستنية الطرف التاني من اليو ال ان او من الترانزستورات. دي كارتة التكييف. في اي جزء من الاجزاء دي برضو في مشكلة، من دايرة الباور للريليهات للخطوط للترانزستورات، بيدي معايا ايرور. طب مين اللي بيدي الاوامر دي، او الكارتة بتشوف الكلام ده ازاي؟ الكارتة بتشوف الكلام ده عن طريق سنسور اللي بيحس بدرجة الحرارة، وبيقول للكارتة كده درجة الحرارة وصلت للدرجة المطلوبة، تروح البروسيسور قاطع اشارة عن اليو ال ان، قاطع اشارة عن الوحدة اللي بره خالص، كمبروسر بالفانة بتاعتي. دي كارتة اليونيون اير الشباك. جميل. طيب مثلا عندي كارتة اليونيون اير السبليت. دي كارتة السبليت، نفس الفكرة، الريسيفر، وعندي حساس درجة الحرارة، سنسور. جميل. وبنفس الفكرة برضو عندي دايرة الباور، التيار اللي بيخش 220 بيعدي على الفيوز. ده اوفرلود بتاع المروحة بتاع الفانة، عشان لو الفانة فيها مشكلة في موتورها تقطع ويقطع كهرباء عن الدايرة كاملة. بيعدي الفولت على فايرستور، نفس الفكرة. ادينا دخلنا المبادئ يا جماعة، هي محدش يخاف من شكل الكارت، المبادئ هي. دخل الفولت، بعد كده عدى على المحول، حوله من 220 ل 12، عدى على الموحدات زي ما احنا شايفين عشان ياخد ال 12 الاي سي، طلعهم دي سي. بعد كده بيعدوا على، يطلع منهم 5 فولت عن طريق الريجريتور اللي هو 7805. لو واضح هنا يا جماعة، ادي الريجريتور، لو هيبان في الكاميرا 7805، يا رب يكون واضح. الخيال بتاع المكثف واضح عليه 7805. ده واضح كده، علشان ياخد من ال 12 5 يشغل بيها اي سي اللي عليه السوفت، او الابروم اللي عليه السوفت، عشان بعد كده يتحكم في كل الريليهات دي، وكل ريلي بوظيفته. زي ما احنا شايفين، ده مثلا سوكت المروحة، عندي طرف اساسي كهرباء، وعندي 3 سرعات، لو وميديوم وهاي، ومكتوبين على الكارتة واضحين جوه، لو وميديوم، لو وميديوم وهاي. تمام. وكل ريلي من دول ليه سرعته، كل ريلي من دول ليه سرعة للمروحة. وعندي ريلي كومبروسر، وعندي ريلي سوينج، وعندي ريلي المروحة اللي بره، وكل ريلي بياخد امره في وقته من الاي سي اللي عليه السوفت وير. يا جماعة، مشكلة الكارتات محدش خاف منها. خش في الشغل الديجيتال واجتهد وربنا هيعينك. ذاكر، مش عيب ان احنا نذاكر يا جماعة، مش عيب ان احنا نطور من نفسنا. وزي ما انا قلت لكم، النقط دي كلها بتيجي بالدراسة. ونفس الكلام اهو، دي مثلا دي كارت الجوكر بتاع التكييف، نفس الفكرة برضو اهي. مفيش اختلاف ما بين كارتة وكارتة من اللي انا بحكي لكم عنها. بيخش الفولت ال 220، يطلع 220 للمحول الخارجي، يخش هنا 12، يعدي على الديودات الموحدات، يحول ال 12 الاي سي ل 12 دي سي، علشان يدي اطراف الريليهات عشان كل حاجة تشتغل في وقتها. وفي عندي هنا برضو اللي هي كريستالة، نفس الفكرة اللي موجودة في الكارت الاي زد. وعندي برضو بياخد من ال 12 اي سي، بيتحول لي 5 للاي سي اللي عليه السوفت، عشان يدي اليو ال ان ويشغل كل حاجة في وقتها. لو احنا خدنا بالنا، ادي الريليهات بمنتهى الوضوح هنا اهو، ده ريلي كومبروسر،
والتلات ريليهات بتوع سرعة المروحة، وعندي ريلي بتاع دول التلات ريليهات سرعة المروحة، وعندي ريلي بتاع البلف العكس. ادي لو وميديوم وهاي، وده بتاع البلف العكس. لو احنا خدنا بالنا كده يا جماعة، كل ترميلة من دول واخدة من الريلي بتاعها اهو، كل ترميلة واخدة من الريلي اللي قدامها. طيب فين ملف الريليهات؟ دول ملفات الريليهات اهي، ملف الريلي زي ما احنا قلنا، ده الطرف اللي واخد كهرباء مباشر مدي كل ريلي مباشر اللي احنا قلنا عليه هنا اهو، اللي هو مثلا قلنا عليه هنا اهو في ال حلو، ال مدي الريلي ده ومدي الريلي ده ومدي الريلي ده. جميل. نفس الفكرة لو احنا جينا هنا اهو، ادي ال مثلا مدي الريلي ده اول واحد، ونفس الكوبري مكمل نفس الكوبري، فكل ريلي من دول بيلقط ده بده عن طريق طرفين الملف. يعني ده كده هنا كده كونتاك ريلي، ده كونتاك ريلي، ودول طرفين الملف بتوع الريلي. طب طرفين الملف الريلي شغالين ازاي؟ هنلاقي طرف واخد من اليو ال ان، وطرف تاني واخد كوبري باستمرار، طرف واخد من اليو ال ان وطرف واخد كوبري باستمرار. حلو. لو احنا شفنا كده اهو، ادي الطرف ده مدي ريلي ملف الريلي ماشي، مدي كوبري الملف الريلي. نفس الفكرة عن طريق برضو هنا المقاومة، نفس الفكرة يا جماعة في كل حاجة. دي كارت الجوكر بتاع التكييف، وده مكان السنسورات اللي بتحس بدرجة الحرارة وبتدي إشارة للكارت اللي هي منطقة الكارت. دي كارت التلاجة، أكيد كلنا عارفين شكلها، من التلاجات المشهورة في السوق. تمام. ليها سنسور اللي بيحس بدرجة الحرارة، وليها المقاومة المتغيرة يدويا اللي هي بتبقى راكبة مكان الترموستات اللي أنا بظبط منها درجة الحرارة، دي اسمها مقاومة متغيرة يدويا. حلو. اللي أنا بظبط منها درجة الحرارة اللي أنا عايزها. أنا كده اديت معطيات للكارت، اديتها أمر أنا عايز على درجة حرارة كام للتلاجة، وفي الوقت نفسه السنسور بيقول للكارتة أنا وصلت لدرجة حرارة كام. وبنفس الفكرة بيخش التيار عندي من غير حتى مغرقة من الكفر بتاعها، بيخش عند التيار ويعدي على الفيرستور ويعدي على الموحدات الأربعة ديود زي ما احنا شايفين. تمام. وبيعدي عندي هنا ده اي سي الباور، وده البروسيسور اللي بيكون عليه السوفت، وبيدي كل ريلي الكباس، ريلي المروحة، ريلي السخانات، عند ريلي الكباس. تمام. لو احنا شفنا هنا كده ده ريلي المروحة اهو، الخط واضح جدا، ده ريلي الفان. وعندي هنا اندر كويل، هيتر اندر وهيتر كويل، اللي هو الهيتر اللي تحت والهيتر اللي على الكويل. جميل. لو احنا شفنا من هنا هنلاقيهم واصلين اهو، واضح جدا واصلين بالريلي التاني. جميل. وهنا عندي ريلي الخاص بتشغيل الكباس اللي هو اكبر واحد ده. وعندي هنا زي ما انتم شايفين الدايره اهي، الاي سي ال، وكل جزء وكل ترميله متوصل مكتوب عليها دايره. فاحنا لو خدنا بالنا هنلاقي ان برضو الفانا مع الموتور مع السخانات كل دول واخدين طرف كهرباء اساسي، والطرف التاني مستنيينه من الريلي، والريلي هيلقط وقت ما البروسيسور ده هيقول للترانزستور او اليو ال ان عشان كل ريلي يوصل في ميعاده. وبرضه نفس الفكرة ادي الكريستال. الدوائر الالكترونية يا جماعة هنقول متشابهة بنسبة 88 ولا 90% من كل مكوناتها وعناصرها. المفروض احنا فهمنا او بنفهم مع بعض فكرة كل الدوائر ايه. واتمنى يا رب ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. ولو حابين بعد كده نتكلم عن كل كارتة بتفصيل اكتر وتدقيق اكتر مع بعض، ردوا عليا في التعليقات وانا هجاوبكم ان شاء الله.
وبنفس الفكرة يا جماعة اللي احنا اتكلمنا عليه دوت، واتكلمنا على الدايرة الإلكترونية بتاعة الكارتة. تمام. بنفس الدوائر دي برضو تقدر ان انت كفني محترف فيما بعد هتصلح اي كارتة هتقع قدامك، وان شاء الله بأمرك يا رب مش هيعصى عليك اي كارتة. فكر في الحاجة بالراحة، ما تخافش منها، وابدأ وذاكر ودرب نفسك. واللي انا عايز اقوله يا جماعة برضو كحق واجب لازم يتقال، احب اشكر مهندس وليد عيسى اللي عامل دورة الكترونيات على اليوتيوب. دي دورة الكترونيات عملية مكونة من 100 حلقة. احب اقول لكم تجربتي مع الدورة دي. هي اول حاجة انا بدأت بيها، حد زميل عزيز ليا نصحني بالدورة دي، فبدأت بيها فعلا، ومش اتفرجت على ال100 حلقة كفرجة وخلاص يا جماعة. الفرجة لوحدها مش هتدي بمجهود او مش هتدي بنتيجة مطلوبة. مطلوب منك ان انت ادرس الدورة دي بجد، علشان هتفهم من الدورة دي كل عنصر من العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها دي. يعني انا بصراحة ما كانش ينفع ان انا افهم الكلام ده من غير ما اعرف كل عنصر وظيفته ايه وشغله ايه، ولما يعطل او اقيسه ازاي، او مكوناته اللي من جوه عاملة ازاي. ما كانش ينفع ان انا افهم النقط دي كلها من غير ما ادرس دورة الالكترونيات دي مبدئيا عشان نعرف كل عنصر. يعني كمثال مثلا، هل ينفع حد يخش في تصليح التلاجات وهو مش عارف اصلا فكرة الترموستات عاملة ازاي من جوه، او مش فاهم فكرة الموتور بتاع التلاجة بيعمل ايه اصلا؟ هل حد ينفع يخش في شغلة الغسالات من غير ما الاول يتعلم وظيفة كل عنصر او كل جزء في دايرة الغسالات، من صمام للوك لترومبة لموتور، الكلام ده كله؟ عايز اقول لكم يا جماعه، دوره وليد عيسى انا ذاكرتها عن ظهر قلب، لدرجه ان انا يعني مش مذاكره وخلاص، ده انا عملت فيها زي دراسه. تمام. وكتبت بايدي، كنت ببقى مضغوط في شغلي، يا دوب بستنى النص ساعه بتاع الراحه. زي ما انا قلت لكم انا شغال في كريازي، وليا الشرف ان انا اكون شغال في كريازي من سنه 97، شركه من اعظم الشركات يعني. وبيبقى في نص ساعة الراحة بتاعتي أقدر إن أنا باخد نص حلقة أو حلقة كنت بذاكر وأكتب من أول ألف ب إلكترونيات. تمام. وأدرس كل حاجة وألخص وأطلع باللي أنا طلعت بيه من الحلقة، وكل حاجة بمقوماتها ودوائر الإلكترونية بتاعتها كدراسة يا جماعة، دراسة مصطفى، مش قاعدة يعني إن أنا مفيش إمكانية إن أنا أقعد أذاكر مذاكرة صافية. فكنت يعني بسرق الوقت من النص ساعة بتاعي، بحيث ان انا درست كل النقط اللي انا بتكلم عليها دي. وبرضه برجع بالشكر للمهندس وليد عيسى، ربنا يجعله له في ميزان حسناته، ان هو كان سبب ليا لتعليم دورة الالكترونيات زي ما انا بقول لكم، والسبب ان انا قدرت اصلح كارتات كتير في شغلي وفي اكل عيشي. وربنا يجعلنا السبب برضو ان بالفيديو ده نقدر نكون فدنا بعض الفنيين زملائنا ان هم ما يخافوش من دايرة الكارتة، ويقدروا ان هم بأمرك يا رب يصلحوا، يعني هنقول 70-80% من الاعطال اللي هتقع قدامهم في الكارتات عموما. واشكركم على متابعتكم لغاية دلوقتي الفيديو، ولو عجبك الفيديو اشترك معانا. واخوكم مهندس مجدي مكرم، مركز الراعي الصالح لصيانة الأجهزة المنزلية، 012-2-4542-034. ومعايا أبانوب ابني 012-2-155-19-77. نشكركم على المتابعة، والسلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.